إخواني أخواتي السلام عليكم. في هذه الحلقة الخاصة بفقرة المشرحة غادي نتناولوا واحد التقرير بخصوص الأوضاع الاقتصادية في الجارة الجزائر. وخا حنا عارفين أن بعض الجزائريين سمحهم الله ما غاديش يبخلوا علينا بالسب والشتم كيف العادة، كيف لو الأمر يتعلق بالجزائر، مع العلم أن هذا البعض اللي هضرنا عليه فكيسبنا ويشتمنا حتى في الحالات اللي كنتناولوا فيها مواضيع خاصة بالمغرب، بحال مثلا في الموضوع اللي هضرنا فيه على سيارات أطلس المغربية. فبعض الأبواق ديال عسكر الجزائر وما بخلوش علينا بالسب والشتم كما قلت، وبالتالي فاحنا كننتظروا منهم اي حاجه. للاشاره هذا الكلام اللي ورد في هذا التقرير ما جبناش من ريوسنا علائيين. تحيه عاليه لاخواننا الاحرار في الجزائر ولا عزاء للحاقدين. هذا التقرير اللي غنسلطوا عليه الضوء اليوم كيقول بان الجزائر مقبله على الافلاس بحلول عام 2029، وهذا التقرير هذا صادر عن مركز الدراسه والتفكير حول العالم الفرنكوفوني، وكان العنوان ديالو كالتالي: الجزائر ستصبح أقل الدول المغاربية ثراءً. إذن الإفلاس يتهدد الدولة الجزائرية بحدود 2029. هذه هي الخلاصة اللي توصل لها هذا التقرير. فهذا المركز اللي هضرنا عليه كيتنبأ بتدهور الأوضاع الاقتصادية في الجزائر خلال السنوات القليلة القادمة، والسبب ديال هذا الإفلاس هو الاعتماد التام ديال الاقتصاد الجزائري على الصادرات ديال النفط، خاصة وأن الأسعار ديال النفط بدات كترجع للمستويات اللي كانت عليها قبل الحرب الأوكرانية الروسية، بالإضافة إلى الزيادة اللي عرفها المعروض العالمي ديال النفط، وأيضا توجه الدول إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة. وهاد العوامل كلها كتجعل النفط يفقد القيمة ديالو، وبالتالي انخفاض أسعار برميل النفط، الشيء اللي غيقلل من الإيرادات ديال الدولة الجزائرية. وفي هذا الإطار كيعتمد الاقتصاد الجزائري أساسا على الهيدروكربونات اللي كتمثل حوالي 90% من صادرات الجزائر، عكس المغرب وتونس اللي تمكنوا من التأسيس لواحد الاقتصاد تنافسي ومتنوع كيشمل مجموعة من القطاعات بحال القطاع الزراعي وقطاع الصناعة والنسيج وصناعة السيارات والطيران، بالإضافة للسياحة، الشيء اللي جعل الاقتصادين المغربي والتونسي متميزان على باقي الاقتصادات في المنطقة المغربية، ويحتلوا مراكز متقدمة على مستوى توفير مناخ الأعمال. وإلا رجعنا للتصنيف الأخير لبنك التنمية الإفريقي اللي صدر في نوفمبر الماضي، كنلقاو بان المغرب كيحتل المرتبه الثانيه من بين دول القاره من حيث التصنيع، ولكن الا رجعنا للجزائر غادي نلقاوها في المرتبه 11. والا رجعنا لسنه 2021 غادي نلقاو بان الجزائر سجلت في هذه السنه ادنى نصيب للفرد من الناتج الاجمالي في المنطقه المغاربيه، وهو النصيب اللي ما كانش كيتجاوز 3691 دولار. التقرير اللي كنهضروا عليه يتوقع في المقابل أن تتربع المملكة المغربية على عرش الدول المصنعة في إفريقيا خلال السنوات القليلة القادمة، خاصة وأن الفجوة بينها وبين صاحبة الرتبة الأولى اللي هي جنوب إفريقيا بدأت كتقلص شيئا فشيئا حتى وصلت الآن ل1% فقط. وكيأكد نفس التقرير بأن اقتصاد جنوب إفريقيا أيضا بدأ كيتدهور. غادي نلقاو بأن مركز الدراسة والتفكير حول العالم الفرنكوفوني كيقول بأن هناك تخلفا جزائريا في الالتحاق بالركب الاقتصادي الذي يقوده المغرب على المستوى المغاربي، حيث إن هذا الأخير احتضن سنة 2021 ما يصل إلى 56 شركة من بين أكبر 500 شركة في القارة الإفريقية، متجاوزا بذلك عددا من الدول على غرار مصر، في حين لم يتعدى عدد الشركات المستثمرة على الأراضي الجزائرية 12 شركة فقط. وفي النهاية خلص هذا المركز في تقريره إلى أن السياسة الاقتصادية غير الفعالة التي تنهجها الجزائر في غياب إصلاحات كبرى وعدم كفاية الموارد الطبيعية لإخفاء الواقع الاقتصادي لهذا البلد سيدفعها حتما إلى الاقتراض الخارجي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتجنب تكرار سيناريو فنزويلا، الدولة النفطية هي الأخرى. وهذا السيناريو الفنزويلي اللي كيهضر عليه التقرير كيعني الإفلاس التام للدولة. خليناكم على خير.